العقول مثل القلوب تذهب حيث يتم تقديرها. انت بتحب تتواجد في المكان اللي تشعر فيه انك متقدر. افتكرت الحديث جبلت القلوب على حب من أحسن إليها. أكتر مكان يحب يتواجد فيه الإنسان لما يشعر بكرامته، وأصحاب الكرامة دايما بينسحبوا من العلاقات أو الأماكن اللي مش بيشعروا فيها بالتقدير. وعلى فكرة، بالتقدير تقدر تقيس قوة أو هشاشة أي علاقة على حسب حجم التقدير والاهتمام المتبادل بين الطرفين. اللي بيحترم قراراتك ويقدر آرائك ويسمع وجهات نظرك ويقدر جهدك المبذول، ده تحبه وتديله عينيك. وانت لو عايز تستثمر في أي علاقة وتنميها وتعلق قلب أي حد بيك، قدره. آسف معناها يعني زعلتك غالية، أنا آسف ما تزعلش مني. ومن فضلك معناها يعني أي حاجة هتعملها ده تكرما منك، فمن فضلك اعملها لي. يا مساء الفل، مساء الجمال، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. النهارده قلت بقى ايه، بدايه الشتاء فهنعمل عدس. الجو ساقع خالص، وبما اننا تقلنا بقى فقلت ايه اعمل شويه عدس كده يدفوا العيال شويه. وبما انه تقشف كمان اخر شهر والكلام ده، فانا حطيت ميه تغلي على البوتاجاز، غسلت العدس كويس وانزل بيه على الميه. خلاص. في كام حاجه كده، يعني انا عندي جيت احمر الشعريه لقيت الطاسه، انتوا شايفين اهو لونها اتغير. الباشا ابني حب يعمل اندومي فحط ميه تغلي جواها، معرفش ايه علاقته ان هو يجيب الطاسه، يعني اعتبرها طبق او معرفش فيه ايه. وجاب مكرونه سلقها، يعني مش اندومي بقى اللي هو بيتعمل بسرعه ده، لا ده سلق فيها مكرونه وابتدى احط لها توابل وحاجات. تقريبا قمت لقيت المطبخ كله متشقلب، يعني مصفى كبيره خالص كان مصفي فيها شويه مكرونه ما يجوش مثلا 50 جرام. معرفش ايه النظريه بتاعته في كده. المهم سيبنا من اللي هو عمله، سيبنا من الكوارث اللي بيعملها لي دايما. هنا قلت احمر شويه الشعريه، فهنا كده اتحمرت. احط لها شويه ميه مغليين علشان خاطر لما بنزل بيها على العدس على طول بتفور جامد وبتغرق البوتاجاز وبتبهدل لي الدنيا يعني. فهنا اول ما غلت شويه وشربت شويه الميه دول هنزلها بقى على العدس عشان تستوي معايا. هنا كمان كان العدس استوى خالص. العدس ده المره دي انا عاملاه ساده بشعريه، المره الجايه هعمله لكم بقى بالخضار، يعني عشان جوزي بيحبه وما بيحبش ده اصلا. يعني هو ايه ده انت عامله عدس يا مش واكل؟ ما اعرفش، يعني مننا كلنا بنحب العدس هو ما بيحبوش. ما فيش عمار ما بينهم. المهم يعني لو اول مره تشوفي القناه تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس وتعملي كومنت حلو كده. هنا بقى العدس ما يحلاش غير بشويه دهن كده بلدي حلوين. فحطيت في نفس الطاسه، انا مش هقعد اغسل، الجو ساقع وايدي وجعاني اساسا. حطيت شويه دهن كده من اللي هما فيهم الزنزان بتاعهم ده، اللي هو الحتت كده بتاع الدهن، مش اللي هو الصافي خالص اللي مفيهوش حاجه. يسيحوا وبعد كده احط فيهم البصل بقى. ابتدي بقى ايه اقلب الحاجات دي كده على نار هاديه عشان البصل يعني يستوي كويس. يعني انا بحب البصل اللي هو مستوي ومش محروق، مش هقعد احروق فيه وبعد كده ما يبقاش فيه طعم الاكل كده، ولا الثوم ولا البصل، احب طعمهم يبقى موجود في الاكل. وبعدين بيقولوا البصل بيعمر الدماغ يعني. هنا بقى جبت 3 بصلات كده حلوين، ما هو عدس يعني بصل بخل تمام، او بصل اخضر، فهنا بصل بخل، فانا بقطع البصل صغير وبعد كده افصصه من بعض واحط له شويه ملح وشويه خل وشويه ميه واسيبه مع بعضه ايه، ياخد ويدي كده بشكل ودي لحد ما الاكل يستوي، يكون الكلام ده ايه شرب من الملح والخل والكلام ده، فيبقى طعم البصل حلو. طبعا لو بصل احمر بقى تلاقي لونه غير كده والميه بقى لونها زي اللون البنفسجي كده، اللي هو اللون فاتح كده، يبقى جميل احسن من البصل الابيض بكتير. انا من الناس اللي بتحب البصل الاحمر جدا. هنا كده الملح والخل وهحط شويه ميه واقلبهم مع بعض كده واركنهم. اول ايه الشعريه ما تستوي وتكون البصله كمان احمرت انزلها على العدس. والله دي اسهل حاجه، يعني انا كنت قاعده كسلانه لحد مثلا ايه قبل جوزي ما يجي بنص ساعه، قمت دخلت المطبخ عملتهم. يعني الجو كده في سقعه، في كسل، في حاجه كده. هنا كده ده العدس، احط بقى شويه كمون. انا من الناس اللي ما بتحبش الكمون قوي، بس بحبه في العدس، بحبه في حاجات معينه يعني.
فحطيت الكمون، وفي المحشي بحب الكمون جدا. احط بقى البصله واحط شويه الملح بقى، اظبط الحياء بتاعي، وخلص الموضوع على كده. مفيش اسهل من دي اكله في الشتاء يعني. تنسيش بقى تعملي الاشتراك وتفعلي زر الجرس وتعملي سيبيلي كومنت حلو كده ولايك عشان ترفعي الفيديو. واستنوني بقى في فيديو جديد. في طريقتين تاني العدسة هعملهم معاكم احتمال الايام الجاية دي يعني برضو. فلسه مش عارفة، لسه محتارة عشان البداية مش مبشرة. هما الولاد بيحبوه ومش بيحبوا. ده شكل الطبق بقى احلى حاجة. تاخد الصينية دي على جنب كده وتضربها تتدفى، عظمة على عظمة يعني.